يا مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من بودكاست الكتابة فكرة. بعد ما اتكلمت عن مسلسل الصياد الأسبوع اللي فات ليوسف الشريف، عديت على مسلسل رقم مجهول، واما افتكرته لقيت ان المسلسل ده بالذات محتاج اتكلم عليه معاكم عشان نتناقش ليه مسلسل رقم مجهول غير شكل الدراما رغم ان المسلسل نفسه كان مخاطرة. ده اللي هنتكلم فيه. خلينا نقول الأول إن المسلسل رقم مجهول أول عرض ليه كان في رمضان 2012، بطولة يوسف الشريف، محمود الجندي، شيري عادل، رامز أمير، شيرين الطحان، وإدوارد. التأليف لعمرو سمير عاطف والإخراج لأحمد جلال. أحداث المسلسل بتدور حوالين المحامي علي اللي عنده مبادئ متمسك بيها وبيشتغل في مكتب المحامي المعروف ياسين بدوي. وفي يوم بيتعرض علي لحادثة بتتسبب في موت واحدة، وتاني يوم بيلاقي رقم مجهول بيتصل بيه وبيهدده صاحب الرقم إنه هيفضحه لو ما نفذش اللي هو عايزه. ومع خوف علي من الفضيحة بيقرر ينفذ طلبات الشخص المجهول، بس طلبات الشخص ده خلت علي يغرق في المشاكل أكتر وأكتر وأكتر. مين هو الشخص ده وليه بيعمل كده في علي وإزاي علي هيتخلص منه؟ ده اللي بنشوفه في أحداث المسلسل. أول حاجة لازم نتكلم فيها هي ليه المسلسل ده غير شكل الدراما. لأن الفترة اللي ما سبقت مسلسل رقم مجهول كانت معظم المسلسلات ماشية على نهج واحد، يا أكشن يا دراما يا كوميدي، حاجات معينة ما بيخرجش عنها. لكن فكرة إن يبقى فيه عمل فيه جريمة أو فيه غموض وفيه بلوت تويست بيحصل في الآخر، دي ما كانتش موجودة. كان دايما الناس بتخاف من نوعية الأعمال دي لأنها بتبقى تحدي صعب كتابيا وبرضه مش سهل إن الناس تستسيغها. لكن رقم مجهول لما نزل قدر إن هو يخلق تحدي لنفسه، وفي الموسم اللي نزل فيه رقم مجهول جذب انتباه الناس كلها لأن هو كان معمول بشكل حلو، فبالتالي قدر إن هو يجذب الانتباه لأن هو كان معمول بغموض شكله حلو، غموض صح. عشان كده بقول إن المسلسل ده غير شكل الدراما. كمية مسلسلات على النهج الغموض ظهرت كتيرة جدا 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 جدا، ما كانتش موجودة قبل كده. لكن رقم مجهول فتح الباب للأعمال دي. المنتجين والممثلين والصناع كلهم لما شافوا إن مسلسل رقم مجهول نجح والناس عجبته ابتدوا يتشجعوا إن هم يدخلوا في المنطقة دي، وبقينا فعلا بنشوف أعمال كتير من النوعية دي، لدرجة إن الموضوع يعني مؤخرا كمان زاد عن الحد. يعني بقينا لازم كل عمل نشوف بلوت تويست. بس من بعد رقم مجهول فعلا في أعمال كتير اتعملت غموض وكان فيها بلوت تويست وكانت حلوة جدا. على سبيل المثال مسلسل ظرف اسود، عد تنازلي، شهادة ميلاد، حاجات كلها كان فيها غموض وتشويق ومع ذلك نجحت جدا جدا، ويعتبر رقم مجهول هو اللي فتح الباب للأعمال دي كلها. لما نروح بقى نتكلم عن مسلسل رقم مجهول، فسيناريو المسلسل ده من أكتر السيناريوهات الذكية اللي أنا شفتها. كل مشهد في المسلسل ده ليه هدف، كل كلمة بتتقال بحساب، وكل شخصية بتحرك الأحداث بطريقة، مفيش أي شخصية محطوطة وخلاص. الحلقات مكتوبة بشكل يخليك دايما متحفز ومتشوق، مفيش مط ولا تطويل ملوش لازمة. كل حلقة فيها تطور بيخليك أقرب لحل اللغز وفي نفس الوقت بتبعد عنه أكتر. شغل كان محسوب كويس جدا. يمكن في أحداث مش هتبقى فاهم علاقتها إيه باللي بيحصل، بس بعدين بتلاقي الخطوط اتربطت وتلاقي الحدث اللي انت ما كنتش فاهم سر وجوده بيأثر على الأحداث، أو إنه جزء من قطع البازل اللي عمالة تتجمع كلها مع بعض لحد ما تلاقي حل اللغز. وكمان الكتابة في المسلسل ما أغفلتش الجانب الدرامي. المسلسل مش غموض وبس، في جوانب درامية ونفسية كتيرة لبطل المسلسل وللشخصيات كلها، جوانب نفسية كلها معقدة وبرضه مش بتبعدك عن الخط الأساسي للمسلسل، بالعكس دي بتخدم على الخط الرئيسي برضه. على سبيل المثال انت بتشوف الجوانب النفسية لعلي، راجل عنده مبادئ والكلام ده كله، لكن بتشوف انه مبادئه ما تحطتش في اختبار، ودايما بيحب يصدر صورة الشخص المثالي قدام الكل، وده بيخليه يوافق على اي حاجة بيطلبها منه الرقم المجهول لانه مش عاوز صورة الشخص المثالي تتهز. والصورة المثالية اللي بيصدرها بتخليه يصدر احكام على الكل ويشوف ان اي حد بيغلط يستاهل عقاب فوري، ويمكن كمان يبقى بيضغط اللي قدامه بسبب غلطات قديمة مش بينساها له زي ما كان بيعمل مع مراته. وشخصية المحامي الكبير ياسين بدوي برضو كان لها جوانب نفسية كتيرة جدا، وكان محمود الجندي الله يرحمه مأديها بشكل أكتر من رائع، وظهرت الجوانب النفسية دي في الحلقة 28 برضو اللي عمل فيها أداء مميز جدا. وعامة الأداءات التمثيلية من الكل في المسلسل كانت في أفضل أحوالها،
خصوصا طبعا أداء يوسف الشريف. الدور ده كان محتاج ممثل يقدر يوازن بين الهدوء وبين الانفعالات اللي بتطلع منه لما الدنيا بتضغط عليه، وده بالظبط اللي عمل يوسف الشريف. أداء هادي ومتزن وفي نفس الوقت مليان شحنات إحساس بتطلع في اللحظات الصح والمناسبة. فالشخصيات نفسها وتطورها مكتوبة بشكل حلو قوي. وبرضه من العناصر المهمة جدا في المسلسل هي الموسيقى التصويرية لعمرو إسماعيل. موسيقى ذكية كانت مرتبطة بتيمة المسلسل، لأن تيمة الموسيقى نفسها هي رنة موبايل بيخرج منها باقي موسيقى المسلسل. واللي زود تأثيرها إن هي كانت رنة موبايل تليفون علي، ودي كانت حاجة ذكية إن يتعمل رنة مخصوص للبطل وتبقى جزء من الموسيقى التصويرية، وده خلى الموسيقى علقت أكتر مع الناس جدا. ووقتها كمان الرينج تون بتاعت علي كان تقريبا كل ما تكون في مكان لازم تلاقي حد حاططها على موبايله. لما نروح بقى للمخاطرات اللي خاضها المسلسل، كانت مخاطرة لأنه كان أول مسلسل 30 حلقة للمؤلف عمرو سمير عاطف، وأول إخراج درامي لأحمد نادر جلال، ويعتبر ده البطولة الرسمية الأولى ليوسف الشريف. هو قبلها عمل المواطن إكس وكان بطولة جماعية وكان مسلسل حلو بالمناسبة. أما رقم مجهول كان أول عمل يبقى هو اللي شايله على كتفه بالكامل. وزي ما قلت المسلسل ده كان فيه رسائل وجوانب فلسفية كتيرة، من أهمها إن الإنسان ما يقدرش يقول عنده مبادئ غير لما يتحط في الامتحان، وإن التفرقة في المعاملة بين الأولاد ممكن تكون تخلق بينهم شر وإنت ما تعرفوش، وإن كونك مستور وغلطاتك مش ظاهرة للناس ده مش معناه إنك تحكم على كل اللي حواليك بقسوة وتعايرهم بغلطاتهم لمجرد إنك مستور. ستر ربنا على غلطاتك ده لأن ربنا بيديك فرصة إنك ترجع عنها، وإن الناس شايفينك مثالي ده من ستر ربنا عليك علشان تعدل بوصلتك وتوقف غلطاتك، بس مش معناه إنك تتباهى بمبادئ مش عندك وتهاجم اللي بيغلط أي غلطة حتى لو صغيرة. والأهم من ده كله رسالة فلسفية تانية: هل الإنسان ممكن يبقى شرير بسهولة لو حاجة دفعته ناحية الشر، ولا طبيعة الخير اللي جواه هتخلي ده صعب عليه وهيقاوم ومش هيستسلم؟ الفكرة إن كل ده بقى بيتقال من خلال حوارات في المسلسل بشكل ذكي، مش جمل خطابية مش وعظية، هي حوار بين البطل والشخص اللي بيهدده. بنشوف مباراة كلامية بينهم، فكل واحد بيحاول يثبت وجهة نظره، فالأفكار الفلسفية دي كلها بتسمعها وتفكر فيها من خلال حوار ذكي جدا، وبرضه من غير ما تبعد عن الخط الأساسي للمسلسل ولا تفقد الغموض اللي موجود، واللي كان بذكاء بيخليك تشك في كل حد في المسلسل، وكمان تشك في أوقات في البطل نفسه. وبرضه ما ننساش نتكلم عن نهاية المسلسل، كانت واحدة من النهايات اللي خلت ناس كتير تتكلم وتفكر. النهاية ما قدمتش الإجابات على طبق من ذهب، وده جزء من قوة العمل. هي خلت الجمهور يفكر ويكمل القصة من دماغه، يعني بعد ما تشوف النهاية بشوية تربيطات للأحداث هتلاقي نفسك فهمت النهاية كاملة مكملة. كل دي بقى حاجات خلت مسلسل رقم مجهول من المسلسلات الحلوة والمهمة، اللي بعدها خرجنا من شكل تقليدي للدراما لشكل جديد أقرب للشكل الأمريكي في صناعة المسلسلات. وكان هو بداية شابوهات يوسف الشريف، وبرشحه جدا لأي حد ما اتفرجش عليه إنه يشوفه. مسلسل ممتع جدا وذكي جدا وهيتحدى ذكائك. دي كانت حلقتنا مع مسلسل رقم مجهول وبداية الشابو. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر عمل بتحبوه ليوسف الشريف وليه. مستني آرائكم ومناقشاتكم في الكومنتس على اليوتيوب، وتابعوني على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، واسمعوا البودكاست كمان على ابلكيشن بوديو. واستنوني في الحلقات اللي جاية من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم في الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.